برضو العصب ممكن الإنسان يحس إن في مشكلة في الكلام، برضو ده بيكون وضع مؤقت، لكن بيختفي بالكامل بعد كده، والإنسان بيرجع بيبقى شكل الجرح بتاعه محدش بيشوفه، الصوت بتاعه بيبقى كويس، التنفس بتاعه بيبقى كويس، الحركية بتاعت الأحبال الصوتية بتبقى طبيعية. طبعا ما بنحتاجش دم في الغدة الدرقية الاستئصال الكامل لو حميدة، لكن بنحتاج نقل دم لو هنستأصل الغدة. زي ما احنا شايفين دي حالة سرطان في الغدة الدرقية، ده طبعا حالة ورم سرطاني حبيبي في الغدة الدرقية. عشان كده أنا هنا مصر. وطبعا العوامل اللي هو السن فوق 45، ذكر، حجم الورم أكتر من سنتي، الورم خارج الكبسول، وجود ثانويات في الغدد الليمفاوية. والغدد الليمفاوية بنقسمها ل6 مستويات، مستوى أول، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس. لازم في كل حالات سرطان الغدد الدرقية ان انا استأصل على الاقل المستوى السادس من الغدد الليمفاوية. وطبعا استئصال المستوى السادس لان ده بيكون في الرقبة وبيكون العصب طالع منه، ده بيحتاج خبرة كبيرة جدا ان انا اكون عارف وانا بستأصل المستوى السادس من الغدد الليمفاوية ازاي احافظ على اعصاب الاحبال الصوتية، ازاي ان انا احافظ على الغدد الجردرقية. بجانب استئصال المستوى السادس بحتاج ان انا استأصل المستوى الثاني، الثالث، الرابع، علشان اضمن الشفاء الكامل. لان انا بيكون ليا هدف في علاج السرطان ان المريض او المريضة تشفى بالكامل من الغدة الدرقية، ان الورم ما يرجعش تاني. لو انا سايب جزء من الغدة الدرقية او الغدد الليمفاوية ممكن يرجع. وبنهتم جدا بالكواليتي اوف لايف من اول الجرح، من اول الحفاظ على الصوت والنفس. برضو بشرة خير ان الشفاء من سرطان الغدة الدرقية بنسبة 100% لو تمت الجراحة بطريقة كويسة، لا بنحتاج كيماوي ولا علاج إشعاعي. يعني أنا بشكر قناة الصحة والجمال.